وهل تساءلتم يوما كيف يمكن لدعوة صادقة ممزوجة بالدموع في جوف الليل أن تغير مجرى حياة بأكملها؟ هذه ليست مجرد قصة، بل هي حكاية واقعية عن الألم وظلم ذوي القربى والانكسار الذي يعقبه جبر السماء من حيث لا نحتسب. استمعوا إلى هذه القصة العجيبة لامرأة لم تملك سوى عبارة: يا جبار اجبر كسري. تقول صاحبة القصة: تزوجت ثم شاء الله أن أتطلق من زوجي. عشت مع أمي وأبي وكان وحيدين بعد زواج إخوتي وأخواتي، فاحتسبت الأجر وصبرت، وكنت أقوم على خدمتهما وأشعر بسعادة ولذة الطاعة. وفي يوم من الأيام ذهب والداي إلى منطقة أخرى لزيارة أحد أقاربنا، وشاء الله أن يتوفيا في حادث مرور، وكانت الفاجعة وفقدان الوالدين هي أكبر الآلام التي عشتها في حياتي. ثم انتقلت للعيش مع إخوتي، وكنت أتنقل بينهم بين كل فترة وفترة أذهب إلى منزل أحدهم، ولكن زوجات إخوتي لم يكن يرغبن بوجودي معهم، واعتبرن أن وجودي يقيد من حياتهن وراحتهن. كلما ذهبت إلى منزل أحد إخوتي تنقل له زوجته كلاما عني، وأنني أضايقها وأتدخل بشؤونها هي وأبنائها، فيقتنع بكلامها ويصبح غاضبا مني. كنت أسمع منهم الإهانة والتجريح بسبب ما ينقل عني من كلام ظلما وزورا. وهكذا مع جميع زوجات إخوتي، أتنقل من منزل إلى منزل، ولم أكن أملك إلا دمعتي أمامهم. كنت أعاني من ظلمهم وظلم زوجاتهم، ولم أكن أملك من أمري إلا الدعاء وتفويض أمري لله سبحانه. والله ما كنت أجلس ولا أقوم ولا أعمل إلا وأنا أدعو بهذا الدعاء موقنة به، مفوضة أمري لله جل شأنه: يا جبار اجبر كسري. ثم انتقلت للعيش الدائم عند أحد إخوتي، فجعل لي غرفة مخصصة وحدودا بمنزله لا أتعداها، ولا أرى حتى أبناءه ولا أخالطهم. وأنا كلما تذكرت مصيبتي أردد: يا جبار اجبر كسري. وفي أحد الأيام طرق باب أخي رجل يكبرني ب20 عاما، وكان متزوجا وعنده 7 من الأبناء، طالبا يدي للزواج. وبدون أن يستشيرني إخوتي تمت الموافقة على الفور. أرادوا الخلاص مني لأني أصبحت ثقيلة عليهم، وقال لي أخي بالحرف الواحد: فكينا من شرك. كنت أبتلع الكلام وأتحمل التجريح، لأنني إن تكلمت فسيتم طردي، ولا يهمهم إلى أين أذهب، وأنا صابرة محتسبة ودمعتي على خدي، لأنه لا يوجد سند لي سوى الله سبحانه. أردد: يا جبار اجبر كسري. تم عقد الزواج، ولم أره إلا مرة واحدة عندما ذهبنا للمحكمة الشرعية لإتمام العقد والاتفاق على أن يتم الزواج. بعد أسبوعين لم يكلف إخوتي عناء السؤال عنه، فقد كان همهم الوحيد أن أتزوج، وكذا الحال بالنسبة لزوجاتهم، أرادوا فقط الخلاص مني. ذهب الرجل ولم نكن نعرف عنه شيئا سوى ذاك اليوم الذي أتى فيه، ومر الأسبوعان، ثم شهر وشهران و3 و4 و5 و6 دون أن نعلم عنه شيئا. ازداد ظلم إخوتي لي، وكنت أسمع منهم الكلمات الجارحة، حتى قالوا إن وجودي شؤم وعتبتي فقر. ظننت أن هذا الرجل الكبير قد غير رأيه وتركني معلقة، وأنا كعادتي أردد: يا جبار اجبر كسري. وفي أحد الأيام بعد مرور تلك الأشهر، إذا بطارق يطرق باب بيت أخي. سأله أخي: من أنت؟ الطارق: أنا فلان، هل هذا منزل فلانة؟ أخي: نعم، ومن أنت؟ الطارق: أنا فلان، وأريد مقابلة فلانة. كان شابا في 30 من عمره، وكان ابن زوج المجهول. أدخله أخي إلى غرفة استقبال الضيوف، ثم ناداني وطلب مني أن أقابله. ولما دخلت عليه في الغرفة أنا وأخي، قام وسلم علي، وكان من مظهره أنه شاب خلوق ووقور، عليه سيماء الصالحين، وعنده مخافة الله. ثم جلسنا. قال: أنا ابن فلان،
يقصد والده الذي تقدم للزواج مني، ثم أكمل: لقد تعرض والدي لحادث توفي على إثره، ووجدنا بسيارته وثيقة وعقد زواج يثبت أنه قد تزوج منك، ولم أستطع القدوم إليك إلا بعد انتهاء واجب العزاء لوالدي. وبدأ يسرد لي حكاية والدي: وقد ورثت منه منزلا فخما ورصيدا في البنك بالملايين، وأنا أتيت إليك حتى أسلمك هذه الأمانة وأسألك من سيكون وكيلا على أملاكك. أصبت بذهول أنا وأخي. نظر أخي إلي وكأنه يقول لي بنظراته: وكليني أنا. ثم أعاد الشاب علي السؤال: من ستوكلين حتى تستلمي نصيبك من الإرث؟ قلت له من أعماقي متجاهلة: أخي أنت. نعم، أنت من سأوكله. وأنا ما زلت في صدمة وذهول. انصرف بعد أن قال بأنه سيأتي في اليوم التالي لأذهب معه إلى منزلي. حزمت أمتعتي في اليوم التالي، وأنا وإخوتي ما زلنا في ذهول مما سمعناه من ذلك الشاب، بل إن زوجاتهم كلهن أصبحن يتصلن بي ويهنئنني. قد تغيرن تماما، فسبحان الله، المال غير نفوسهم. وعندما أتى في اليوم التالي ذهبت معه أنا وإخوتي. والله لم أصدق ما رأته عيناي. كان منزلا فخما جدا. دخلت منزلي الجديد، وكان مجاورا لمنزل زوجته الأولى وأبنائه. مرت الأيام، وإذا بزوجته تأتي لزيارتي وتقول: أنا مريضة، وأنا من طلبت منه أن يتزوج، فما عدت أستطيع أن ألبي رغباته. وقلت له: تزوج امرأة تصغرك سنا. وقالت لي أيضا: سنكون أنا وأنت أخوات من الآن، وأولادي هم أولادك، وابني الكبير اعتبريه أخاك. فوالله ثم والله إني أعيش في سعادة معهم. أبدلني الله خيرا من منازل إخوتي، وعشت مع أسرتي الجديدة في سعادة غامرة، لأدرك أن أبواب السماء لا تغلق أمام كلمة: يا جبار واجبر كسري.